ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن أسهل وأرخص تأشيرة لأوروبا تقدر تقدم عليها ويردوا عليك في خلال يومين. بنتكلم عن تأشيرة ألبانيا. في فيديو النهاردة هنعرف طريقة التقديم، الأوراق المطلوبة، سعر التأشيرة، وكل حاجة محتاجين تعرفوها. أول حاجة نفتح جوجل عادي أو أي براوزر، ندور هنا عن إي فيزا ألبانيا. هيظهر لنا الويب سايت ده. هيفتح الموقع قدامنا بالشكل ده. ندوس هنا من فوق على اليمين أبلاي. طبعا عشان هنا فتح لي الرسالة دي عشان كان عندي ايميل متسيب قبل كده، بس هكتب انها كانسل وهعمل واحد من جديد. طيب هنا بيقولك عن انواع الفيزا الموجودة عندهم، طبعا زي ما دي سيلكتد هنا الكترونيك فيزا، مش ستامد، مش المختومة في المطار. نوع الفيزا في اللي احنا هنختارها هنا هتبقى شورت ستاي فيزا، بتبقى 90 يوم تقدر تقضيهم في البلد، سنجل انتري، مينفعش تروح وترجع، بأقصى حد 90 يوم، ولازم تروح في أول 180 يوم من التاريخ اللي هتبعت لك في التأشيرة. طبعا هنا دي نختار دي شوية معلومات زيادة عن الفيزا السياحة اللي هي تايب سي. ننزل هنا ندوس ابلاي. هتفتح معانا هنا الصفحة. طبعا من فوق في الأول ممكن هنا يجيلك يقولك ريجستر، هتدوس معلومات عنك، اسمك، جنسيتك، والإيميل بتاعك. بعد كده تبدأ على طول. نبدأ هنا بأول حاجة يقولك place of residence، نختار هنا بلدنا Egypt أو كل واحد يختار بلده. هنا تبقى Egypt. consular office تبقى كايرو. family name نختار الاسم الأخير اللي موجود عندك في البطاقة. في العادي البطاقة بتبقى تكتب فيها لغاية رابع اسم، ممكن تكتب فيها 4 أسماء. طبعا هنا اللي بعدها earlier family name، ده ممكن بيبقى اللي هو الاسم السابق. لو مثلا واحدة كانت متجوزة فغيرت اسم جوزها، غيرت اسمها لاسم عيلة جوزها، أو واحد غير اسمه لأي سبب، غير اسمه قانونيا، فده لو كان فيه اسم قبل كده. بعد كده نكتب هنا اسمك انت، الاسم الأول. تاريخ الميلاد نختار هنا تاريخ الميلاد، السنة، الشهر، اليوم. بعد كده personal ID أو passport number، هنا ممكن نكتب بكل بساطة الرقم القومي. نحط هنا الرقم القومي بتاعنا. بعد كده country of birth نكتب القاهرة، مصر. الجنسية بتاعتك نكتب مصر برضو. ننزل بعدها تحت الريجن النشراتي، لو كان عندك جنسية قبل الجنسية اللي معاك دلوقتي تختارها، لو معكش تختار هي. النوع ذكر. بعد كده الحالة الاجتماعية نختار هنا سواء مطلق، أرملة، منفصل، متجوز أو أعزب. طبعا هنا اسم الأب وجنبها اسم الأم. طبعا هل معاك residence permit، تصريح إقامة إنك قاعد في البلد، معاك البلد اللي احنا مختارينها، اللي هو بمجرد كونك إن أنت معاك بطاقة. نوع الباسبور نختار ناشونال. بعد كده رقم الباسبور، كل واحد يكتب رقم الباسبور بتاعه. بعدها جهة الإصدار، طبعا بأن احنا من مصر فهتبقى جهة الإصدار مصر. date of issue هنا التاريخ اللي انت عملت فيه الباسبور بتاعك، تاريخ طلع امتى، كل واحد يختار أي تاريخ. وبعدها date of expiry. طيب هنا بعدها المعلومة اللي بعدها بيسألك لو انت كنت اتربيت في بلد تانية غير البلد اللي انت قاعد فيها، ففي الحالة دي بيسألك لو انت كنت اتربيت في بلد غير البلد اللي انت قاعد فيها، هل انت عندك الحق ان انت ترجع للبلد دي؟ فلا، احنا من مصر هنرجع تاني نعيش فيها او هترجع لها على طول يعني. هو بس بيتأكد ان انت هتروح، انت مش رايح لجوء سياسي او اي مشكلة مثلا هربان من قضية او حاجة زي شبه كده، فانت تقدر تكتب هنا يس. بعد كده personal number تكتب رقمك. بعدها ال validity الصلاحية تكتب ان هو valid. نخش الخطوة اللي بعدها. هنا بيختار لك هنا المين destination، دي
في اسم المدينة، احنا ممكن نختار اسم المدينة الأساسية، ممكن تحطها أي حاجة يعني، بس يفضل إن هي طبعا تكون المدينة اللي أنت تقضي فيها أكبر عدد من الأيام. تكتب هنا تيرانا، دي العاصمة واللي فيها المطار. طبعا هنا individual فيزا فردية، احنا بنقدم على فيزا لينا، مش شركة سياحة بنقدم فيزا لأعداد كتيرة أو حاجة زي كده، أو مش لعائلاتنا مثلا في حالة إن أنت مسافر لوحدك. نوع الفيزا هو اوتوماتيكلي كده كده سي زي ما احنا مختارينها. purpose of travel tourism، السياحة. date of arrival تكتب هنا انت رايح امتى، مثلا نفترض 1 ديسمبر، والرجوع 7 ديسمبر. طبعا number of entries required هي single entry فيزا، فهو كده كده واحد، مرات الدخول هي واحدة، تخش وترجع، ما ينفعش تروح تاني بنفس الفيزا حتى لو لسه في نفس المدة، ما ينفعش ترجع تاني، هي single entry فهي مش هتعرف تغيرها. duration of stay بما اننا من 1 ل7 نقول 7 أيام. means of transport نكتب هنا by air، بالجو. هتعدي منين، أول حدود هتعدي عليها عشان تخش البلد طبعا هتبقى تيرانا اير. المهنة نكتب مثلا، انا الباتش برضه بيتأكد معاك هل انت عندك حق انك ترجع نفس البلد. authority of issue طبعا هتبقى زي ما هي نفس البلد اللي انت مختارها، مصر. هنا لو عندك اي ملاحظات تكتبها، تحطها، ما عندكش اي ملاحظات تمام. بعد كده هنا بيسألك هل ايه الدول اللي انت عندك فيزا ان انت تروح او خدت فيزا ليها في اخر 3 سنين. فلو عندك اي بلد هنا مثلا ممكن تكتب UK مثلا، كان عندك فيزا UK خدتها في اخر 3 سنين. طبعا هنا لو عندك اي previous stays، اي اقامات سابقة او اي مرات قبل كده جيت فيها البانيا، من اول none مفيش، عمرك ما رحت مرة مرتين 3 او اكتر. لو اول مرة هتختار none، عمرك ما رحت البانيا قبل كده. بعد كده طبعا الصفحة دي هنعدي عليها بس سريعا، يعني هي بتبقى معلومات أولا يا إما عن السباوس، معلومات أنت هتقدمها لشريكتك أو أنت تقدميها لشريكك يعني اللي هو جوزك. اسمه، اسم العيلة، مكان ميلاده، تاريخ ميلاده، شوية معلومات زي كده. وتحتها طبعا في للأولاد children لغاية 7 أولاد. لو مفيش مش هتحط فيها أي حاجة يعني، سيبها فاضية. لو فيها تحط المعلومات زي ما هي موضحة قدامك يعني، غير كده لا. بس بعدها نكمل. هنا بيسألك عن لو في معلومات عن حد هو اللي هيكون مثلا زي عامل لك دعوة أو حاجة زي كده، أو الشخص اللي أنت هتعتمد عليه في رحلتك دي. فلو مفيش عادي سيبها، اللي أنت يعني في الغالب أنت هتكون رايح أنت على نفقاتك الشخصية، فأنت مفيش حد عامل لك دعوة فهتكمل عادي. هنا بقى نيجي عن معلومات المستضيف. طبعا هنا بيكون في person company أو institution أو /organization. person لو حد مستضيفك، institution organization لو أنت رايح تبع وكالة سفر، تبع مؤتمر، حدث معين في البلد. أو company عادي اللي هي أي اوتيل، هوستل، جيست هاوس، أيا كان. هنا مثلا هنقول اسم المكان لوتس اوتيل مثلا. هتكرر اسمه هنا وهنا طبعا، بما ان هو يعني هي مكتوبة هنا نيم، مسك نيم عشان لو هو مثلا بيرسون نكتب معلومات عنه، لو مفيش خلاص birthday وتقدر تسيبها فاضية عادي. لو هو طبعا شخص هتحط المعلومات دي عنه، لو مفيش خلاص. تليفون مثلا هتحط طبعا التليفون بتاع المكان، تحاول ان انت طبعا تجيب كل المعلومات الموجودة عن رقم التليفون والايميل بتاع كل هوست اللي انت هتروح فيه. طبعا انا كده كاتب واحد. لو انت مثلا هتروح 3 4 مدن، فكل مدينة هيبقى فيها هوستل، فانت هتعمل كده طبعا لكل اساميهم، تحط كل اساميهم، كل ارقامهم، كل ايميلاتهم. وطبعا بعدها الخطوة اللي هتيجي بعدها الفول ادرس، العناوين بتاعتهم كلهم في حال وجدت. طبعا هتحط كل المعلومات دي، ممكن ما تلاقيش ليهم كلهم ايميلات، بس الاكيد انك هتلاقي لهم طبعا تليفونات وعناوين موجودة حتى عادي يعني على مثلا جوجل مابس، او لو انت هتعمل بوكينج من على booking.com او اكسبيديا هتلاقي المعلومات دي. هنحط مثلا هنا اي حاجة، شارع 25 تيرانا مثلا هنفرض. طبعا person number of host هتحط نفس هو رقم تليفون ام فاكس، في الغالب يعني يكون نفس الرقم او مش نفس الرقم. ممكن تسأل المعلومات دي، وممكن لو حبيت تبعت ايميل دايركتلي للهوستلز ذات نفسهم، هم يبعتوا لك لو في معلومات انت عايز تسألهم يعني عنها. مين اللي هيكون هيدفع لدي؟ طبعا هيكون انت. مين بالظبط؟ تكتب مثلا، ممكن تكتب اسمك
او تكرر كلمة myself تاني مش هتفرق. بعدها means of support تبقى لو في حد هيساعدك يعني ماليا، فانت تختار ازاي، كاش ولا هيديك كريدت كارد ولا هيديك مكان تبات فيه ولا هيغطيك التأمين. ممكن تخليها كاش عادي، وهنا مش بالضرورة الفيزا مش بتطلب منك ان يكون عندك تأمين عشان تسافر، هي اوبشنال، بس لو سبتها عادي مش مشكلة. آخر حاجة شوية معلومات عنك، مثلا اسم الشارع فين أو المكان اللي أنت ساكن فيه، مثلا شارع الأمل، القاهرة، مصر. بعد كده طبعا تليفون، تحط أي رقم تليفونك أنت الشخصي عشان لو احتاجوا يتواصلوا معاك لأي سبب كان. الإيميل بتاعك، طبعا بعد كده place and date، المكان اللي انت بتكون عامل منه التقديم ده. طبعا يعني ممكن نخليها ايجيبت او الدقة اكتر ممكن تخليها كايرو ايجيبت، اليوم اللي انت هتكون مقدم فيه. خلي التاريخ ده يتظبط على اليوم اللي انت هتكون جاهز فيه ومقدم فيه كل اوراقك. فمثلا لو احنا هنقدمها بتاريخ النهاردة، فتاريخ النهاردة هو 25. بعد كده اخر حاجة بقى الجزئية بتاعت الورق. هنا اول حاجه بيقول لك proof of employment، دليل ان انت شغال او دليل ان انت عندك اي سبب يخليك ترجع البلد تاني. فهنا لو انت شغال ممكن تجيب عقد عملك تحطه، او ممكن تجيب لو انت طالب اثبات قيد من الجامعه، يكون موجه ومختوم طبعا من الجامعه بتاعتك ومكتوب عليه موجه الى سفاره جمهوريه البانيا بالقاهره. طبعا هنا اي ورق هتحتاجه لازم يكون مترجم بالالبانيه او بالانجليزي. من خبرتي انا الشخصيه انا ترجمته في المعادي، ومن خبرتي انا الشخصيه ترجمته في المعادي وخدت 150 جنيه بس للانجليزي طبعا. بعد كده صوره ليك تحطها هنا. بعد كده تالت حاجه هنا دي مش هتكون ضروريه قوي يعني، لان دي اللي هي موافقه من الاب. لو انت مثلا مسافر مع والدك فلازم موافقه من والدتك، او لو انت مسافر مع والدتك لازم موافقه من والدك ان هو موافق ان انت تطلع معاه بره البلد. لو انت اكبر من 18 فانت مش هتحتاجها. بعد كده طبعا هنا صورة من حجز مبدئي لكل الأماكن اللي أنت هتنام فيها أو هتبات فيها هناك. بكل بساطة لما تحجز من على اكسبيديا أو على booking.com فبيبعتولك confirmation ايميل. خد كل الايميلز اللي بعتنها لك، كل الاوتيلز أو الهوستلز اللي أنت هتبات فيها هناك، وحطهم في فايل واحد PDF وتقدر تحطهم هنا. طبعا بعدها document showing the applicant has sufficient financial means، وسائل يعني تثبت ان انت عندك قدرة مالية ان انت تروح او تسافر سفرية زي كده. فيفضل مثلا لو انت شغال تحط عقد عمل، لو معاك رخصة عربية، رخصة سواق، شهادة راتب او مفردات مرتب ايا كان، كل ده تقدر تحطه هنا، حاجات بس تدعم سفرك. وطبعا صورة الباسبور بتاعك. بعدها هنا تحط الراوند تريب تيكت، لازم تكون رحلة طيران ذهاب وعودة من مكانك لتيرانا، ورحلة عودة تاني من تيرانا لأي حتة تطلع برا البلد. وبعدها هنا دي جزئية مهمة جدا، وهنا عاملها خانة لوحدها، كشف الحساب البنكي. معمول هنا لازم يكون لآخر 12 شهر تقدر تعمله تقدم عليه في البنك، أو تقدر تعمله من أظن أبليكيشن البنك تقدر تقدم عليه، بس أنا رحت عملته من البنك ذات نفسه. وهيبعتهولك ايميل زي ما انت شايف كده، بيقولك ان هو لازم للفرد اللي فوق 18 سنة لازم يكون معاك لليوم 44 يورو و44 سنت. لو معاك حد اصغر من 17 سنة لازم يكون ليه في اليوم 22 يورو 22 سنت. فلو حسبناه يعني مثلا قلنا ان هم 45 يورو، فانت لازم مثلا لو قلت له هروح اقعد اسبوع فيلاقي ان في حسابك على الاقل 315 يورو. الجزء اللي بعدها هنا residence permit، لو انت قاعد في بلد غير بلدك يبقى صورة من الإقامة. لو انت قاعد في مصر تصور له صورة البطاقة عادي، الاي دي برضو دي هتحتاج ان انت تترجمها. ودول ورقتين الوحيدتين اللي هتحتاج تترجمهم، البطاقة وإثبات القيد، وبرضو تمن ترجمتها بيكون في حدود 150 جنيه. بعد كده طبعا هنا photocopy of the valid travel document which must be valid for at least 3 months. هنا بتبقى صورة لكل الفيز اللي انت خدتها قبل كده. هنا اهو بيقول لك the visa stamp will be placed
كل الفيز اللي انت خدتها قبل كده. فلو انت مثلا سافرت اي بلد هتصور صور من جوه الجواز السفر بتاعك، صورة لجواز سفرك، ومعاه برضو تحط مثلا لو انت سافرت السعودية على سبيل المثال، فتاخد الختم اللي انت خدته من جوازات السعودية وانت رايح، والختم اللي اتختم لك وانت راجع. وطبعا صورة بتكون صورة جواز السفر بتاعك، يكون فيها الصورة اللي بيبقى فيها البيانات، وبيبقى فيها الصورة اللي في الصفحة اللي فوقها اللي مكتوب فيها جمهورية مصر العربية. وبعد كده بتدوس فاينلايز. في خلال يومين ثلاثة بيردوا عليك يقولك لو ورقك فيه أي حاجة ناقصة. لو تمام تمام، مش تمام هتظبطها. لو تمام هيروح بعتلك ايميل يقولك ان انت محتاج تبعتها، تبعت الفلوس على اسم بنك معين وعنوان معين هناك، ولازم الوصل يكون مطبوع ويكون موجود عليه امضاء موظف في البنك وختم البنك. وبس كده، دي كان نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، واشوفكم في فلوج جديد ان شاء الله. مع السلامة.